إذا اندلعت حرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فما هي الوسيلة الأكثر فعالية لإضعاف الصين بشكل كبير؟ كل بلد في العالم يمتلك نقاط ضعف خاصة به. الصين على سبيل المثال تواجه نقطة ضعف من المحتمل أن تهدد استقرارها، وهي مضيق ملاكا. هذا الممر البحري الاستراتيجي يربط بين مضيق سنغافورة وبحر الصين الجنوبي. إنه ذو أهمية قصوى لأنه يمثل الطريق المباشر للسفن التي تسافر من غرب آسيا إلى شرقها. هذا الممر يمثل ثلثي التجارة الإجمالية للصين، وكذلك 80% من إمداداتها للطاقة. إذا تمكنت دولة من إغلاق هذا الممر بشكل فعال، فقد تتعرض الصين لانهيار اقتصادي كبير. ووعياً بهذه النقطة الضعيفة، تتصور الصين مشروعين طموحين لمواجهة هذا التهديد. أولاً، إنشاء قناة بطول 102 كيلومتر عبر تايلاند ستتمكن الصين من الهروب من الأساطيل البحرية المعادية. ثانياً، الحصول على السيطرة المطلقة على بحر الصين الجنوبي سيسهل توسيع النفوذ الصيني في المنطقة.